من فترة كنت شغال مهندس معماري، وبسبب طبيعة شغلي كنا مضطرين نقعد في مناطق شبه مهجورة في وحدات سكنية. أنا كنت قاعد وموجود معايا واحد صاحبي، بس في يوم من الأيام صاحبي ده قرر إنه ياخد أسبوع أجازة من الشغل، ومن أول ليلة سابني فيها عشت أكتر ليلة مرعبة. الوقت ده أنا كنت موجود في الحمام، ولما رجعت تاني الأوضة علشان أنام شفته تعبان كان كبير جدا وشكله مرعب. اول ما التعبان ده شافني ما كانش بيتحرك من مكانه، كان بيبص لي وهو واقف مكانه ما بيتحركش خالص. انا بقى كنت مرعوب فعلا ومش عارف اعمل ايه، وهو اتجه ناحيه فتحه التكييف وكان هيخرج منها. بس انا ساعتها فكرت في حاجه واحده، وقلت اني لو سبته يخرج اكيد هيرجع تاني ويقرصني. علشان كده خدت العصايه اللي كانت موجوده جنبي وضربت التعبان ده على دماغه لحد ما مات، وبعد كده اتخلصت منه خالص ونمت على اساس ان الليله عدت عادي جدا. بس في نفس اليوم ده شفت كابوس مرعب، شفت نفسي وانا موجود في نفس الاوضه اللي انا بنام فيها، كأن روحي خرجت وبتتفرج على جسمي وهو نايم على السرير وكل حاجه تانية في الاوضه. وشفت عند باب الاوضه ده خيال شخص اشبه بالبني ادمين، بس ما كانش انسان خالص. الخيال ده كان بيحاول يخش جوه الاوضه بس ما كانش عارف، وبعد فتره قدر يدخل وقف عند السرير بتاعي، واول ما وصل عند السرير اتحول لتعبان، نفس التعبان اللي انا موتته بالظبط. والتعبان ده فضل يزحف عليا لحد ما وصل عند راسي، وهنا بقى رجع خيال مرة تانية واخد نفس العصاية اللي موتته بيها وفضل يضربني بيها لدرجة اني كنت حاسس بالألم، وكنت فعلا قلبي هيقف من الخوف. حاولت اقرا قرآن وصحيت من النوم، واول ما صحيت ما لقيتش اثر لوجود اي حاجة في الأوضة. بس لما دخلت علشان اغسل وشي شفت في نفس الاماكن اللي اتضربت فيها بالعصاية كدمات لونها ازرق. وهنا بقى قدرت اعرف ان اللي عشته ده كان حقيقي.